لا انا بالعكس كان نفسي ان انا ابدا تكنولوجي بدري كمان. بدري عن كده كمان. اه حاسه في فرق بينك وبين اي حد تاني ما درسش التكنولوجي؟ بتساعدنا ان احنا ندور على المعلومات حلو بطريقه قوي. احسن، امم وبتحسن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتنا كمان. برحب النهارده بضيفتنا لما. ازيك الحمد لله. لما؟ عرفيني من نفسك، عندك كام سنه وفي سنه كام؟ انا اسمي لما، عندي 13 سنه، جريد 7، مدرسه الزهراء انترناشونال سكول ناشونال ديفيجن. لما انت بقالك قد ايه بقى بتدرس تكنولوجي؟ 6 سنين، يعني وانا عندي 8 سنين بدأت. طب رائع جدا. طب لما احكي لي بقى في الرحله بتاعتك بتاع دراسه التكنولوجي دي. انت اتعلمتي لغات برمجه ودخلتي مسابقات، مش كده؟ اه احكي لي بقى عنها. اول حاجه اتعلمت سكراتش وام اي تي اب انفنتور بايثون، حلو قوي. ودخلت مسابقات زي سكراتش اولمبياد ايجيبت، ودي اخدت فيها تامن جمهوري اول محافظه. جميل قوي. ومسابقه الابداع طموح اخدت فيها المركز الثاني على مستوى الاداره. و اداره التربيه والتعليم. اه حلو. المسابقه الالكترونيه اخدت فيها مركز ثالث برضو على مستوى الاداره. تمام. وشاركت في مسابقه بيفر ايجيبت ومسابقه الاسبوع العربي للبرمجه. ده انت حاجات جامده قوي. ميرسي. طيب في مشروع عملتيه بقى في المسابقات دي تحكي لي عنه؟ اه احكي لي مشروع ايه؟ سكراتش اولمبياد ايجيبت. مهم. كان هي الفكرة بتاعة المسابقة ان احنا نعمل لعبة. حلو. على حسب بقى الفئة العمرية تبقى اللعبة بتبقى عاملة ازاي. فاللعبة اللي كان المفروض ان انا اعملها تبقى عن اسئلة. حلو. فانا عملت لعبة عن الساينس، مهم. فيها 3 sections، واحد عن الاسترونومي، واحد عن البيولوجي، وواحد عن الجيوغرافي. يعني انا بنزل اللعبه جيولوجيا. وابتدي بقى اجاوب على الاسئله ويديني سكور. حلو جدا. جميل. وعملتي ايه تاني؟ مسابقة الإبداع طموح مهم. كنت مشاركة في الديزايننج. مهم. عملت لوجو لمؤسسة بتدعم المكفوفين اسمها بصيرة. حلو. و صممت اللوجو بايه بقى؟ باستخدام ايه؟ بإيبس بين مهم. وكانفا وبس. لما هل انت بتستخدمي الذكاء الاصطناعي في اه في حياتك؟ بتستخدميه في ايه بقى؟ بستخدمه ان هو يشرح لي الأسئلة بتاعة الهومر، مهم. وساعات يكتب لي كودز، وساعات بقى اللي هي الحياة العملية عامة. طب هل لما بيكتب لك كود انت بتفهميه الكود ده وبتراجعي تشوفه هو كاتبه ازاي، ولا بتاخديه تستخدميه على طول؟ لا لازم اراجعه الأول طبعا، عشان ساعات بيكتب لك كود غلط ولا اه وانت بتصلحي عليه ولا لا؟ لا ساعات بيكتب كود غلط وانا مم. بصلح عليه. نعم. جميل. انت حابه تطلعي ايه يا لما؟ هبقى اطلع بروجرامر. بروجرامر. جميل. وهتدخلي كليه ايه؟ حسابات ومعلومات ان شاء الله. حاسبات ومعلومات. لما حابه تقولي ايه بقى لزمايلك اللي هم ما اتعلموش لغايه دلوقتي تكنولوجي وبعد الخبره بتاعتك دي؟ ان هما يبداوا، وان الوقت مش متاخر خالص، وان هما يقدروا يبداوا، عشان التكنولوجي هي لغه العصر. لما هل ال6 سنين اللي انت درست فيهم تكنولوجي دول ضيعوا عليكي حاجات كان ممكن تانية تستمتعي بيها، ولا انت كنت مستمتعة بدراسة التكنولوجي؟ لا انا بالعكس كان نفسي ان انا ابدا تكنولوجي بدري كمان. بدري عن كده كمان. اه حاسة في فرق بينك وبين اي حد تاني ما درسش التكنولوجي؟ يعني شويه، عشان التكنولوجي مش بس ان احنا ندرس تكنولوجي وخلاص، مم. بتساعدنا ان احنا ندور على المعلومات حلو بطريقه قوي. احسن، مم. وبتحسن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتنا كمان. ترتب تفكيرك وانت بتفكري في اي حاجة حواليكي، في اي بتفرق في اي مواد دراسية تانية؟ اكيد طبعا. أكيد. حلو قوي. ميرسي يا لما جدا على الانترفيو الرائع ده بجد، ميرسي وان شاء الله تبقي اجمد مهندسة في الدنيا ان شاء الله. تعملي ابلكيشن اي يضرب بقى ChatGPT وكل الحاجات التانية دي. ان شاء الله. ميرسي يا لما ليكي خالص. ميرسي يلا. لحضرتك.